موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الأهلي المتوقع للمباراة. تقام مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في 5 مساء اليوم الثلاثاء باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدوري نايل. وتشهد مباراة الأهلي وحرس الحدود الظهور الثالث لأعضاء الجهاز الفني المؤقت الذي تم تشكيله بقيادة عماد النحاس، ويضم وليد صلاح الدين مديرا للكرة، وعادل مصطفى مدربا عام، ومحمد نجيب مدربا مساعد، وأمير عبد الحميد مدرب لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة المارد الأحمر خلفا للأسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الذي رحل بسبب سوء النتائج. ويغيب عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد حرس الحدود عدد من اللاعيبة الأساسية على رأسهم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف داري. وعلى الرغم من هذا فإن عماد النحاس المدير الفني يجهز القوة الضاربة للفريق في تشكيل الأهلي. تشكيل الأهلي ضد حرس الحدود اليوم في المباراة التي تقام في الساعة 5 مساء اليوم: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال أحمد كوكا، وفي قلب الدفاع ياسر إبراهيم ومصطفى العش، والأفضل إن هو يبدأ بياسين مرعي. في خط الوسط مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وتريزيجيه، وبنسبة كبيرة هيبدأ المدرب بأليو ديانج لأن تريزيجيه واخد إنذارين، لو خد كمان إنذار في هذه المباراة سيغيب عن مباراة الزمالك القادمة. في الهجوم على اليمين طاهر محمد طاهر، وعلى الشمال أشرف بن شرقي، وفي راس الحربة الصريح وجراديشار، والأفضل إن هو يبدأ بحسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر لأن حسين الشحات قدم مباراة رائعة. أرقام الأهلي وحرس الحدود قبل مواجهة اليوم: يمتلك النادي الأهلي 9 نقاط في رصيده بمسابقة الدوري من 6 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة. وسجل لاعبي النادي الأهلي 8 أهداف، وتلقت شباك النادي الأهلي 6 أهداف، بينما يمتلك حرس الحدود بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني 8 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين. وسجل لاعبي حرس الحدود 4 أهداف، وتلقت شباك حرس الحدود 4 أهداف أيضا. توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الساعة 5 مساء؟ ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.